التصرف في تقرير المصير والاستقلال. منذ صدور قرار مجلس الأمن 2797 تتواصل الجهود الرامية إلى تسريع التوصل إلى حل النزاع المغربي الصحراوي، بما في ذلك تنظيم لقاءات على مستويات رفيعة بين طرفي النزاع بحضور البلدين المراقبين الجزائر وموريتانيا. ونذكر بالمناسبة بانخراط الطرف الصحراوي بكل حسن نية في هذه المباحثات وبرغبته الصادقة في إنجاح تلك الجهود، مع التأكيد دائما على أن الحل العادل والنهائي والدائم يرتكز على أسس واضحة وضرورية تتمثل ليس فقط في أن يكون مقبولا ومتفقا عليه من طرفي النزاع، بل في ضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وضمان ممارسة ذلك الحق عبر عملية حرة وديمقراطية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.